ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى النهارده تكونوا بخير. النهارده جبت لكم وصفه سريعه واحلى وصفه للسينابو، اللي هو السينابون رول. فعايزه اسهلها وابسطها لكم خالص، اسهل حاجه. ان طبعا انتوا بتشوفوا شكله اللي هو بتتعقدوا، تحسوا ان الوصفه معقده شويه، لكن هو اسهل حاجه ممكن تتخيلوها في الدنيا اساسا. يلا نبدا على طول في الوصفه. اول حاجه معايا نص كوبايه من الحليب الدافي او اللبن حسب ما انتوا بتقولوا، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره. نضربهم كويس جدا مع بعض واسيبهم بقى يتخمروا، اللي هم يعملوا فقاعات من فوق كده. الخميره خلاص نشطت معايا اهي. ابتدي بقى انزل عليها ببضايه وفيها فانيليا، وتلت كوبايه من الزبده، يعني ربع كوبايه ومعلقه كبيره. وابتدي اقلب. طبعا الخميره هتنشط حسب عوامل الجو معانا، يعني مش هقدر اقول لكم وقت، لان احنا مثلا دلوقتي في الشتاء في الساعه، طبعا غير الصيف في لحظه هنلاقيها نشطت معانا مش هتكمل. دلوقتي خدت حوالي ربع ساعه معايا عشان تنشط. هنزل بكوبايتين من الدقيق تدريجيا وعليهم ذره ملح. اهم حاجه اخلي عندي غير الزبده السايحه دي الزبده بدرجه حراره الغرفه، بس ما بقاش مسيحاها، بدرجه حراره الغرفه، عشان دي هقول لكم هنعمل بيها ايه. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. طبعا انا قلت لكم ان كل دقيق وليه بياخد نوع السوائل، يعني بيمتص السوائل على حسب نوعه. في دقيق بيشرب وفي دقيق ما بيشربش، يعني في دقيق ممكن يحتاج ازيد من كوبايتين. يعني احنا كده ممكن الدقيق ده مثلا لو مش بيشرب انا هحتاج ان انا احط تاني فيه مثلا ربع كوبايه. لو لقيت عندي الموضوع محتاج اكيد هحط. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. انا هحط الكميه دي وهشوف هو هيحتاج تاني ولا لا، لحد ما العجينه هتلم معايا. بصوا كده العجينه ناعمه معايا ازاي، يعني عشان حطيت الدقيق بالتدريج. فالخطوه دي مهمه جدا. بصوا كده هي محتاجه معايا تاني، فهحط رشه وهشوف هي محتاجه تاني ولا لا. العجينه بتبقى ملزقه، ولكن ملزقه بس يعني هي ما تطلعش في ايدينا. اللي هو هقول لكم ازاي دلوقتي، هفهمكم. يعني ايدينا اللي هي تبتدي تنضف كده من العجينه واحنا بنعجن، بالنسبه لي كده جميله جدا. نلمها بقى كده، وطبعا هتتخمر على مرتين. هقول لكم ازاي. طبعا اول مره هنخمرها، وهقول لكم طبعا المره الثانيه لما تتقطع. طبعا بصوا العجينه طريه معايا ازاي وملمسها حلو جدا. اعملها بقى كده واغطيها بقى ونشوف. طبعا لان احنا في الشتاء فمش عارفه التوقيت، ممكن تاخد ساعه، ممكن تاخد اقل، فمش عارفه. فطبعا لو في الصيف، تعالوا بقى اكلمكم على الصوصات اللي احنا هنحطها على السينابون. بصوا اول حاجه الصوص المهم اللي هو يعني في المكونات دي كلها اللي مش هنقدر نستغنى عنه، التوبنج ده اللي بنعمله للسينابون بعد ما بيطلع سخن بنحطه فوقيه. عباره عن جبنه كيري. انا حاطه عليها شويه لبن عشان تبقى سايله كده، مقلباهم كده عادي بالشوكه. حاطه يعني حوالي معلقتين كبار او 4 معالق حسب ذوقكم. بس طبعا الصوص ده مهم، لان طبعا ده اللي هيخلي السينابون طري وحلو. وده صوص كراميل، ده اضافي، يعني انا مشترياه طبعا من عند بتاع مستلزمات الحلويات. بشتري اطباق كده كراميل بقى، الشوكولاته اللي هي النوتيلا دي. طبعا دي لسه هنسيحها في الميكروويف
ودي انا حطيت على الكراميل صوص الكراميل شويه لبن، وعملتهم كده بالشوكه برضو سالوا معايا، مش محتاجين اي حاجه. وده عباره عن معلقتين كبار سكر، ومعلقه كاكاو كبيره، ومعلقه قرفه كبيره. اللي ما بيحبش القرفه يقدر يستغنى عنها. ده اللي هيتحشي جوه السينابون. يعني الاتنين دول اهم حاجه، اما المكونات دي اضافيه بس هي بتكمل. السينابون بيبقى شكله وطعمه حلو. وطبعا الجبنه عندي الكيري دي ممكن نضيف معاها كريم شانتيه، ممكن نحط معاها علبه قشطه، في اضافات كتير نقدر نعملها، بس الاساسي الجبنه الكيري هي اساس السينابون. سينابون بقى سينابون، شوفوا انتوا حابين تسموه ايه، كلها مسميات، بس اهم حاجه ايه الطعم عندنا بقى كويس يعني. بس انا طبعا دلوقتي سايباه بيتخمر. بعد ما يتخمر هوريكم هو المرحله بقى التانية لما بنيجي، المرحله التانية لما بنيجي نخمره مبياخدش وقت خالص. طبعا عشان احنا كمان في الساعه، فاحنا ممكن ندفي الفرنه ونقفل عليها، وبعد كده نحط الطبق بتاعنا يخمر. اهم حاجه نطفي عليها، مش نحط جواها الطبق وهي الفرن شغاله، عشان تبقوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله. طلع عليها، ابتدي بقى احط رشه دقيق وافرد بقى بالنشابه. يعني هنعملها لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي، خلي بالكم من الخطوه دي. يعني هوريها لكم دلوقتي هتبقى عامله ازاي. نحاول نخليها مربعه. بصوا ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهوله. هديكوا الكاميرا. الحروف دي كلها نقدر ان احنا نظبطها. النشابه دي حلوه جدا، خشبها زين واستعملها كويس جدا. نيجي بقى نجيب زبده بدرجه حراره الغرفه. نيجي نحط حته زبده كده بس في ايدينا، وندهن بقى بيها العجينه بتاعتي. علشان نحط جواها القرفه بتاعتي وباقي المكونات اللي انا وريتها لكم، طبعا القرفه والكاكاو والسكر. طبعا هدهنها كويس. ولا خد وقت معايا ولا حاجه. التخميره التانية دي على طول هتلاقوه اتخمر، مش هياخد وقت، مش عايزاكم تقلقوا يعني. وهتبقوا كلتوا احلى سينابون في حياتكم. انا بحب طبعا طعم القرفه فيه جدا فوق ما تتخيلوا. الزبده طبعا بتخلي العجينه بتاعتي طريه وهشه كده وجميله. طبعا هبقى دهنه الصينيه زبده. لازم اغلف العجينه كلها من جوه. اسهل حاجه في الشتاء في الساعه. بصوا نيجي من على يعني من عند العجينه كده من فوق عشان ايدينا ما تتعكش في السكر وفي القرفه. بصوا انا بلفه من جنب جنب بحيث ان هو يتغلف كويس، يتلف كويس معايا. طبعا كل ده هيتقطع بسم الله كده. هنقطعه بقى بسكينه او بالخيط. بصوا من الجناب جيت عملته ازاي، مفيش اي حاجه. دي بقى الصينيه البايركس عندي، وببقى بسخن الفرن. انا عندي طبعا كل واحد حسب. طبعا انا ما عنديش خيط تقيل، لو عندنا الخيط اللي هو القطن ده هيبقى احسن بكتير. اللهم ان كده السينابون خمر، وهحطه بقى في الفرن
هعمل درجة حرارة متوسطة اهو، ورشيت عليه شوية سوداني كده عشان يبقى مع الصوصات كده يبقى حلو. واروح بقى ايه عشان احطه في الفرن، وبعد كده اجيلكوا تاني. وكده السينابون بتاعي اهو طلع. ابتدي بقى انزل عليه بالصوص الجميل بتاعنا ده، لازم كده يتشرب منه. وصفة مفيدة، كلها لبن وكلها حاجات مفيدة. طبعا اللي حابب يزود هيزود عادي، مفيش اي مشكلة. دي معلقة بس واجيلكوا تاني. بصوا، يا ريت بقى لما تبقوا تحطوا السينابون يبعدوا شوية عن بعض. انا قربته شوية بس هو برضو مش وحش، بس انا بقول لكم لما تيجوا تحطوه تبعدوا شويتين عن بعض كده، تخلوا الطرف هي كمان سخنة. يا سلام، بصوا حاجة كده مش عارفة اوصفها لكم، لازم تجربوها. بصوا مش مستحمل حرفيا والله من كتر ما هو طري. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. اشوفكم المرة الجاية على خير، مع السلامة.